يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن زوجته أم صالح، يقول رحمه الله تعالى: أقامت معي أم صالح 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة ثم ماتت رحمها الله. وهذا مثال على المرأة الصالحة المطيعة لزوجها. لذلك بين عليه الصلاة والسلام خير النساء. وهذه الأحاديث إذا سمعتها المرأة أو إذا نقلت إلى المرأة يجب أن تعي متى تكون خير النساء وتطبق هذه الأمور حتى تكون على هذه الصفة العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: خير النساء. من هي خير النساء؟ هل هي ذات المال، ذات الجاه، ذات النسب؟ لا، قال: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، إذا نظرت إليها فرحت ودخل السرور في قلبك، تتزين لزوجها بالزينة الحلال وتسر زوجها وترجو مرضاته وتسعى إلى فرحه. قال: من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. إذا أمرتها أطاعتك وخدمتك وأعانتك على مسؤولياتك وعلى حياتك. قال: وتحفظك في غيبتك، إذا مر أمر يسوءه فإن هذه الزوجة تحفظ زوجها، تحفظ فرجها وتحفظ نفسها وتحفظ أولادها وبناتها. إذا غاب الزوج لا تسمع عن البيت وعنها إلا خيرا. هذه من صفات المرأة الصالحة. وتحفظك في مالك، لا تكدر الزوج بكثرة الطلبات وكثرة الإسراف فتكدر عليه دنياه ويبدأ لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا إلا وما يأتي، مثل ما يقال: ما يأتي شهر إلا وقد ذهب ما لديه من المال، بسبب عدم حفظ هذه المرأة.